يعني كان حي مات خلاص ولا طلب ياكل الدود وصحي. قال يا ليتنا تعاوش يبعثنا ربي، يعني جزاءنا قتلنا خلاص. وهذه ندير قوسين نفهم بعض الناس ويسمحوا لي باحتراماتي لهم، ما يقولوش الشيخ راه بدا يخرج على الموضوع وكذا كذا، وهي الحقيقه انا عايشينها مره عايشينها. علاش بعض الغناء ولا ما قلناش كل الغناء حرام؟ علاه؟ لانه بعض المغنيين يكتبوا لهم هما يغنوا، ما يحاولش يفهم واش راهم يكتبوا له. هو يغنيها الموسيقى تشبعها وتصيب العجوزه مسكينه تزغد في راسها وتشطح والشاب هابله والشباب هابل والدنيا هبلت كاع. القرآن مادة سمعية، ما هي لا شربية ولا أكلية ولا لبسية، وإنما هي مادة سمعية يسمعها السمع تاعك، المخ تاعك يفسرها، يرمي الراحة الروحية على البدن ويجي الاطمئنان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القرآن فيه الشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وفيه شفاء لما في الصدور ليشفي صدور قوم مؤمنين. سبحان الله. لذلك هو مادة سمعية. شكون جاي ينافس هذا القرآن باش الناس ما تسمعش للقرآن؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. 80% 90% هو الغناء. علاه؟ كيف الغناء مادة سمعية، ما هي أكلية، ما هي شربية، ما هي لبسية، ياك؟ لذلك سبحان الله تصيب بعض الناس مقطعين متشلقين ما عندهم والو، لا حوايج يفرحوا ولا بنيان يفرح ولا سكنة تفرح ولا ماكله تفرح. نهار كامل هو حاكم هذاك البوستكاسات تاعو كبير في وقتنا على وقتنا حنايا، بوستكاسات كبير تاعو ورايح للبحر، صفا والمروه في البحر رايح وجاي، داير ذاك الباب كبير قد هكاك. واحد الخطره واحد هكا جا مسكين ما نقولش واش من البلاصه، المهم انا جاني الضاك سيد مقطع كاع بليغات يعني له مكرفسه وبوستكاسات قد هكايا رايح شاب طوبه وشاب قرلو زايد له شغل يسمع فينا حنا. في الحقيقه انا مترفع على حاجه، انا نعرف نغني حاله ونحبس لك مخك في الغناء، ولكن انت ماكش فاهم الغناء واش راك تسمع. مالا قلت له واش راك، قال لي انا متمني نشوف هذيك العروسه تاع البحر. قلت له واش تقول لها؟ وقال عندك امنيه ان شاء الله؟ قال لي ايه. قلت له واش تقول لها؟ واش راك تطلب منها حريه تاع البحر؟ واش تطلب منها؟ هاي القصه الوهميه اللي دخلت لكم في راسكم واش انا تقول لها؟ انا نقول لك واش تقول لها. قول لها تجيب لك لي بيل، زيد لك لي بيل بزاف هكا لا يخلصوا لك كامل تعرف فيهم وتدرس فيهم بالحجر، تجيب لك لي بيل باش تزيد تسمع مليح هذا الغناء تسمع فيه هذايا. الله يسترنا. الغناء منافس للقرآن، اللي يسمع الغناء ما ينجمش يزيد يسمع للقرآن باسكو يغملوا قلبه. وشوف واش راهم يسمعوا. الله يسترنا. شوف واش يسمع، ما تأمنش راسك، جهنم واش راهي تستنى. سبحان الله العظيم. اسمع الغناء لو كان غير غناء فيه كلام مؤدب مربي يزيد يشرح لك صدرك، يزيد يقدم لك رساله، ما عنده حتى اعتبار، ما عباره ما والو، ما فيه والو، ما تفهم والو غير موسيقى ودف دف دف وما نش عارف واش يسموا واحد الهضرات. المهم او جايين حلقات ان شاء الله ونقول لكم مقاطع وتوحدوا ربي انه تكره النهار اللي زدت فيه وكي سمعت الغناء هذاك وفرحت به. يهودي يكتب للمسلم المكرفص وهو يغنيها ويفرح ويضحك ويصور في الدراهم ويبوازوني في عباد الله، وللشباب يطلعوا بالغناء هذايا وما على بالهمش يا واش كاين ذكايا في هذا الغناء هذايا. الغناء هذا اول حاجه تحرمت في الاسلام لما جاء الاسلام، قبل الخمر وقبل الزنا وقبل السرقه وكذا تحرم الغناء باش قلوب الناس ودين الناس ما تنسمش تسمع للقران. لذلك الغناء ماده سمعيه والقرآن مادة سمعية، كاين تنافس بيناتهم. لذلك ربي يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والمغني يقول كاجو تبع كاجو ساكنة مارسي دلالي، كاجو تبع كاجو، كاجو تاع الخمر والعياذ بالله اللي ربي حرمه المغني يحلو باش الشاب المغبون طاير له القرمود يبدا يسمع غنايات يبدا هو فاني كيروح يقول له فاني كنجيب كاجو نطبع كاجو بالك نغدي نمشي للمارسي. هذه هي الدنيا تاعنا. سمعنا المغني ملبص ملفج يغني غناء للمسلمين، الشبان تاع المسلمين يروحوا في الهويه، وتصيب طفله مسكينه مهمومه رايحه فيها كاع
الموت كاينه ولا دابا علاش وتشطح في العرس وما يعرف واش تشطح. هو اليهودي عاير في ربي سبحانه وتعالى، قتلتنا خلاص لا زيد تعذبنا، ودايرها غنيه والناس تشطح. السيد يسب في ربي ويعاير في ربي وتدعم فيه، وما كتقول علاش الهم طاح علينا هكا. قلت لكم ربي غيوري، ربي يغير على الدين تاعو، يغير على الرسول، يغير على المؤمنين. لذلك ما يحبش الوسخ في الامه تاع الرسول، والناس يدعموا هذا الوسخ والعياذ بالله. لذلك فاما من اوتي كتابه بيمينه، راكم عرفتوا الجنه كيفاه دايره، واللي قدموا بالشمال تاعو يندم يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري حسابيه، يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه. شحال كان عندي مال والمال تاعي ما نفعني بوالو. هلك عني سلطانيه، حتى هذاك العلم اللي كان عندي والجاه اللي كان عندي ما فعنيش والو، ما نفعني والو. هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه. يجي امر من عند ربي للملائكه للزبائن يقول لهم كتفوه، يكتفوه غلوه ثم الجحيم صلوه. انت ما صليتش على ربي هذيك الشابه وما شاء الله ومع الجماعه وفي المسجد، يبقى يحط لك مالك من الملائكه اللي منزوعه من قلب الرحمه، ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أنت ما صليتش في الدنيا، ما توضيتش بهذاك الماء الشباب التياد والبارد وكذا، لا لا، ها يبقى وما تحطش راسك انت على الزربيه وتتواضع لربي، تسجد لربي، ها يبقى انت تسجد دركا يجيك مالك يقبل لك هكا الراس تاعك والعياذ بالله، ويطبعوا في هذيك الصخره هذيك اللي أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء. يدخل لك المالك يحط لك راسك على هذيك السجادة. فماك هذول اللي ماهوش يصليوا في دار الدنيا براحتهم، يبقى نقسم لك بالله غير الصلاة اللي فيها ما تصليش في دار الدنيا تصليها في ذراع عليك داخل الآخرة. وين؟ في جهنم. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا. يعلقوه. شو كي كنا صغار كدراري صغار ربي يهدينا على كل حال يسمح لنا عفى الله عما سلف، كنا كي نذبحوا زاوش هكاين كتفوه بسك ونشعلوا شيران ونديروا له كنجعلوا في كفوف النار، يبقى الملك من الملائكة يقبضوا يسلسلوا في 70 ذراع ويبدا يدير له داخل جهنم زبط 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 زبط. وهذاك الماء تاع الدنيا العياذ بالله تاع العباد اللي عصوا ربي وحكم عليهم بهذا الحكم تاع النار وكذا، هذاك الصديد اللي ينزل منهم وذاك الحشكم القيح والدم والوسخ هذاك هو غذاؤهم. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. علاه العذاب هذا كاع؟ خاطش كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غزلين. الطعام الغزلين وهو هذاك الصديد والقيح عياذ بالله اللي ينزل من الأبدان تاع الناس في جهنم اللي ينحرقوا، هو الغذاء تاعك. كول كول ذراع عليك تاكلوا دوكا، باسكو انت يا ربي ما درتوش قيمه، ما حسبتوش في حسابك، يبقى هو فانيك دوك ما يحسبكش. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غزلين لا يأكله إلا الخاطئون. سبحان الله. وكنت قلت لكم فرق بين خاطئ ومخطئ. خاطئ جاء على ذنب وهو يتعمده، ومخطئ جاء على ذنب وهو لا يتعمده. كون الإنسان يعرف. وذكرتك كاين نظرة علمانية تقول القط يستمع ويأكل، ضع قطعة لحم أمام القط ثم انهاه عنها، سيستمع النهي بالأذنين ويأكل اللحم بالفم. كان عباد هكا صار لهم والعياذ بالله، يسمع النهي ويسمع القرآن ويسمع اللي في رايو يديروا،